السلام عليكم. النهاردة هنعمل فيديو جديد. هنعمل الكبسة السعودية طريقة بسيطة وسهلة. بسم الله. نبدأ المكونات. حلة على النار فيها 3 معالق زيت، بعدين ننزل بالبصلة، بصلة مفرومة، تشوح شوية تدبل البصلة، بعدين نضيف عليها الطماطم والجزر، حبة جزر، طماطمية حتى هي واحدة مقطعة. ننزل بالبهارات، نص معلقة كاري، نص معلقة كركم، نص معلقة بهارات كبسة، نص معلقة فلفل أسود، ورقتين لورو، 2 ليمون مجفف، بعدين معلقة ملح للتوابل. بعدين ننزل بقى بالفراخ اللي غسلناها، يعني احنا حاطين فراخ تديلها بس طعمه، بما ان اللي هي الكبسة السعودية بتحط فيها الفراخ، بتطبخ فيها يعني. بعدين عودين قرفة، بعدين ننقلها على نار هادية وخليها تطيب شوية، تستوى شوية. بعدين حطينا حلة على النار فيها معلقة زبدة، ممكن تستغنى عن الطريقة دي عادي، يعني ممكن تطبخوا الفراخ في الكبسة، بس في عندي من ولادي يعني اللي بيحبوا الفراخ في الشوربة، يعني المرقة يعني. بعدين انزل عليها بالتوابل، نص معلقة فلفل اسود، ورق لورا. في الشوربة العادية الفراخ العادية ما بحطش انا عليها، حطيت عليها بس ربع معلقة بهارات كبسة، يعني تدي لها لون شوية، ما انها تطبخ اليوم معها كبسة، فحطيت لها شوية بس مش كتير. اما في العادة ما بحطش على الفراخ بس فلفل اسود ورق لورا وحبهان بس. بعدين هنا الكبسة، المرقة بتاعت الكبسة شفناها بدأت تاخد لون شوية، زدناها مية، خليها نص ساعة تطيب الفراخ، وبعدين نرجع لكم تاني فيها. هنا حطت لها، ضفت لها الشوربة طماطمية تدي لها لون شوية الفراخ. خلاص نشفت من التشويحة بتاعتها، هنزيدها بقى المية. زيادة كمان شوية مية ونخليها شوية تستوي، وبعدين نشيلها من المرقة ونخليها على جنب. ودي حلة الرز. هنضيف الرز، كيلو رز مغسول منقوع نقع ساعة، رز حبة طويلة. الرز لما يتغسل يقعد ساعة مغسول، عند بياخد الكوباية الرز بتاخد 2 كوباية مية، يعني الكيلو الرز بياخد 2 لتر مية، فهنا عندنا غسلاه ومخليه ساعة. حبيته حتى تكون مستوية وطويلة. هنا استوى الرز، كل ما اتغسل وخل وفضل شوية يعني بتكون حبيته كويسة يعني. هنا طب خلاص.
هنا عملت معاه قدوس او دكوس على حسب يعني، في اللي بيقولوا له نطقين يعني. عملت معاه سلطة خضراء، والفراخ اللي طيبتها من بدري اللي طبختها من بدري في الشوربة، حتى هي في لها شوية. انا زينتها شوية بالمكسرات، لوز وزبيب.